السلام عليكم، كيفتوما؟ لبست عليكم بخير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الكفته مشرمله مع البصله، كتجي مزيونه، كيجي مذاق ديالها هائل وكنتمنى تعجبكم. بسم الله على بركه الله. نقدم لكم المقادير اللي غادي نحتاج في هذه الكفته مشرمله مع البصله. عندي الكفته ديال الجداد، وعندي واحد الحبه ديال البصل كبيره محكوكه، ومن بعد غادي نضيف التوابل مع المعدنوس. جبت الاناء اللي غادي نخدم فيه، غادي نوضع الكفته، غادي نضيف ليها المعدنوس، واحد الحبه كبيره ديال البصله المحكوكه، وغادي نضيف التوابل. عندي واحد رياس ديال الثوم محكوك، تقدروا ديروا ثومه بودره. عندي شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملح، والملح دائما كتبقى على حسب الذوق، شويه الكمون، شويه سكنجبير او الزنجبيل، شويه الفلفل الاسود او الابزار، شويه تحميره، معلقه كبيره من الخل، شويه ديال الفلفل الحار كيبقى اختياري، بغيتو ديروا ما بغيتوش ديروه ما ديروش، ومعلقه كبيره من زيت الزيتون. وغادي نخلط الكفته مع البصله مع المعدنوس مع التوابل حتى ينسجموا مع بعضياتهم. والكفته تشرب هذيك العطريه، تشرب البصله ودخل فيها العطريه مزيان. كنستمر بهذيك الطريقه، يعني كتدخل العطريه، البصله، المعدنوس في الكفته، وغادي نخليها واحد نصف ساعه باش تدخل فيها العطريه في الكفته وتجي مزيونه ويجي المذاق ديالها هائل. عندي 5 الحبات ديال البصل صغار، تقدروا ديروا 2 كبار. نقيتهم وغسلتهم. البصل هو اللي غادي نرافقوه مع الكفته. غادي نقطع البصل، قطعت بصل على شكل دوائر، ما يكونوش غلاظ، يعني يكونوا رقاق شويه. البصل غادي ندير له معلقه كبيره ديال زيت الزيتون وشويه ديال معدنوس. الكفته خليتها نصف ساعه. دابا غادي نشكل الكفته على شكل كويرات. غادي نشكل الكفته على شكل كويرات ونرجع معاكم. ها انا شكلت الكفته كامله، هذيك الكميه اللي عندي على شكل كويرات. ودابا غادي ندوز نحضر البصله اللي غادي نرافقها مع الكفته. جبت مقله وضعتها فوق النار. المقله تكون ثقيله، مقله اللي كنديروا فيها ملاوي او الحرشه. ما كنديرش الزيت نهائيا، كنوضع البصل في مقله كامله، ومن بعد كنخلي البصل يتشوى لمده 7 دقائق. يعني كنبقى نقلب فيه، نقلبهم من جهه سفلانيه جهه فوقانيه باش كيطيب وكيجي مزيون. يعني بحال كنشوي البصل على نار مهيله. ملي كيطيح البصل كنرجع نرد النار متوسطه. كندير البصل معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الملح، والملح دايما كتبقى على حسب الذوق، وشويه ديال الزعتر، وكنخلي البصل يطيب على خاطرو.
وكنستمر بالتحريك. ومن بعد غادي نضيف المعدنوس، وغادي نخلي البصل يطيب. من بعد ملي غادي يطيب البصل غادي نحيه من فوق النار. نفس المقله درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، يعني نفس المقله هي اللي غادي نطيب فيها الكفته. وضعت الكفته في معلقه كبيره ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال الزبده. غادي نخلي الكفته يعني تقلى من الاسفل، ومن بعد كنقلبها على جهه اخرى، وغادي نخليها طيب على خطره على النار تكون متوسطه. ومن بعد كنجيب هذيك البصله وكنضيفها للكفته باش كتشرب العطريه اللي في الكفته، وكيجي المذاق ديالها مزيون. يعني هذيك البصله هي اللي كتعطي مذاق مزيون للكفته. والكفته بهذه الطريقه هذه كتجي مزيونه، كيجي المذاق ديالها هائل. وكنتمنى تعجبكم الطريقه وتجربوها. الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم، وكتوجد في وقت قصير، ما كديش الوقت بزاف. كما شفتوا معايا طابت الكفته مشرمله مع البصله. هذه هي الكفته مشرمله مع البصله اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى تعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. واللي اول مره كيشوف قناتي ما ينساش يدير لي اشتراك فضلا وليس امرا. ومن طبيعه الحال الا عجبكم الفيديو خليوا لي شي تعليق يكون مزيون بحالكم باش كتزيدوا تشجعوني. شكرا لكم كاملين بزاف بزاف للتعليقات المزيونه اللي كتخليوا لي، كتزيدوا تشجعوني. شكرا لكم كاملين. تحياتي لكم كاملين من شمائل تيفي. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه وتجربوها. صراحه كتجي مزيونه، كيجي المذاق ديالها هائل، وكنتمنى تعجبكم. ومع السلامه حتى فيديو اخر ان شاء الله.